صباح الفل عليكم حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بنكمل حاجة رمضان، والنهاردة هنعمل آه صورة او برواز عليه كلمة رمضان كريم بالشكل اللي يعجبك، بالتشكيل اللي يعجبك، بالرسمة اللي تعجبك. انا كتبت كلمة رمضان كريم على ورق و... وقطعتها كده، فرغتها خالص، وجبت كرتونة، وده كان قميص قديم لجوزي، وقطعة قماشة، أي قطع قماش عندك، أي نوع، أي شكل، المهم تكون سائدة عشان لما ترسمي تلزقي عليها الكلام يبقى شكلها باين وحلو يعني. هنبتدي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع، هنفرد القميص كده اهو دلوقتي، واخد على مقاس الكرتونة الجزء اللي انا فرحي ولادك بحاجة رمضان ببيتك. احنا ما بننزلش من البيت، كل حاجة بنعملها في البيت. ببقى مبسوطة وولادي بيبقوا مبسوطين، ومش قادرة اقول لكم على الضحك اللي بيبقى اثناء التصوير دوت، بس طبعا انا مش بطلعه يعني. دلوقتي انا قصيت الجزئين، الوش والظهر، على قد الكرتونة. هغلف الكرتونة بالغيرة، غيرة مخففة بمية. عندك اي نوع لزق موجود عندك، صمغ ممكن، الغيرة ممكن، جلو اللي هو السوبر جلو اللي في المكتبات ممكن تعملي بيه برضو. اي شيء موجود عندك ممكن تلزقي بيه، ما تكلفيش نفسك، ما تتعبيش نفسك. اي حاجة موجودة ممكن تعملي الغيرة البيتي كمان، هيلزق ويبقى كويس قوي. غلفيها كويس علشان ما تفكش، ومش هتفك حلوة يعني، لزقها يبقى حلو ومتينة. اهي قفلها كويس. نقلبها على الكرتون. كل سنة وانتم طيبين، يا رب رمضان سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يا رب، والعربية جميعا. دوسي عليها جامد علشان التقل يعني، علشان تبقى ماسكة نفسها، وبالمقص قصي كده بس زوايا علشان ما تبقاش مكلكعة في اللزق يعني. طبقة غيرة الناحية التانية عشان ألزق عليها. لاحظت ان الغيرة ما بيلزقش القماش على القماش، فكملت المرحلة دي بالصمغ، ودلوقتي ابتديت اقص الحروف. بصي يا حبيبتي، انتي قصة الحروف في الورقة العادي عادية، لما تيجي تقصيها على الفوم او على قماش، على اي خامة انتي هتستخدميها، ممكن تعمليها على قماش جوخ، ممكن تعمليها على فوم سادة، قماش سادة عندك مثلا يعني. كان ممكن تبقى بقماش خيامية، يعني السادة اللي على الكرتونة والحروف تبقى خيامية، هتبقى باينة جدا وشكلها حلو قوي. انا على حسب المتوفر عندي استخدمته. ممكن يبقى فوم بيلزق او ما بيلزقش برضو اللي موجود عندك. المهم لما بتيجي ترسمي الحرف على الخامة اللي هتلزقيها، بترسميه بالعكس، واخده بالك ان يعني بتحطي الحرف بالعكس علشان لما يتقلب الرسمة، لما تتقلب تبقى معدولة على الكرتونة. هو الجزء ده من الفيديو ما اتشال، بس انا كنت حابة اكد عليكم، لما تيجي ترسمي الحرف على الحاجة الفوم او الورق اللي هتلزقيه، بترسميه بالعكس، بتحطي الحرف معكوس
علشان اما يجي يتقص ويتلزق على الوش التاني يبقى ملزوق كويس مظبوط يعني. دلوقتي بفرغ الحروف، كل الحروف بفرغها وارتبها والزقها بالالوان اللي تعجبك، الالوان المناسبة عندك والالوان اللي بتبقي مرتاحة لها. بنتي الصغيرة بقى خدت كل اللي اتقص اللي طلع زيادات ده ولزقته على كل مكان في الشقة. وفرحانة جدا ومبسوطة، وكل شوية تقولي رمضان، أغاني رمضان وعلى فكرة طول ما أنا قاعدة في البيت مشغلة الأغاني بتاعت رمضان برضو، عشان نحسس ولادنا برمضان وبفرحة رمضان. فعلا احنا مفتقدين الفرحة دي جدا، حتى من قبل الفيروس ومن قبل الحال البلد دلوقتي، فعلا مفتقدين فرحة رمضان في البيت. فرحي ولادك بأي حاجة، بأي حاجة، بالأغاني بالصور. أنا ابني الكبير بيقول لي أنا عايز في كل حيطة حاجة تبين رمضان، نحس برمضان. فعلا الولاد بيبقوا مبسوطين وفرحانين ان الجو ده في البيت كده. بلزق الحروف كلها زي ما قلتلك. ممكن يبقى الفوم اللي بيلزق، ممكن لو ما بيلزقش بالصمغ او بالمسدس الشمع بتلزقيه. ما عندكيش مسدس شمع، الشمعية نفسها ممكن تسيحيها على النار او بولاعة وتستخدميها. كل الامكانيات اللي في البيت اتصرفي بيها يعني، ما توقفيش على حاجة. فكرة الأعمال اليدوية اللي بالإيد بتبقى فكرة ممتعة جدا جدا يعني. مش قادرة أقولك قمة السعادة والشخص أو انتي أو ولادك قاعدين بتعملوا الحاجة بإيديكم، بتبقى فكرة لطيفة وحاجة مريحة كده يعني. بالنسبة لي دي وجهة نظري عموما يعني. كده مدير التصوير بتاعي عمال يلف حواليا يعني، بصراحة التصوير بتاعه جبار يعني. بلزق بقية الحروف كلها. ولاحظت بقى ان المساحة فاضية يعني، الكرتونة فاضية. انا ما كانش في بالي ان انا الزقها كده خالص، بس هو اللي صمم ابني، فقلت لا المساحة ما تبقاش فاضية كده. فحاولت بقى ان انا املاها يعني بمعنى صح. هقص هلال، او يعني حتى برضو رسمتها على ورق الاول وبعد كده بفرغها. مش عارفة ترسميها، ممكن تعمليها بأي حاجة دائري. رسمة الهلال سهلة يعني مش صعبة. ورسمت الفانوس، هفرغ لهم الفوم برضو بالألوان اللي تعجبك. هرسمهم على ورق الفوم وافرغها اهو. بس تمسكيها كويس عشان ما تحركش، عشان الرسمة ما تغيرش. وبأي حاجة ليها سن، ممكن بالقلم، ممكن بقلم فاضي، أي حاجة ليها سن بس عشان تعلم على الفوم. بصوا ده غطا الحلة اللي أنا عملت بيه الليل. هنعمل حاجات تانية كتير لرمضان، تابعوني. ويلا يا حبايبي بقى اللايك يلا، عشان اللايك بيدعم الفيديو. واللي مش مشترك في القناة يتفضل مشكورا يشترك. القناة هتعجبكم، وزورونا طالكم ما يسركم يعني. فرغي كل الرسمة او الزقيها، ارسميها يعني على الفوم
وعلى فكرة الموضوع ده ينفع مشروع مدرسي تحفة. في ظل ان مفيش مدارس بقى، فاحنا بنعمله في البيت يعني. فعلا المدارس كانت نعمة. فعلا فعلا المدارس نعمة في البيت. لا صعب. وعدم الخروج يعني ربنا يرحمنا يا رب ويعدي الأزمة دي على خير. مخلي الولاد في حالة من التوتر صعبة. فبحاول أشغلهم بأي حاجة من دي. برضو من الأعمال ديت بتشغليهم عن الشقاوة وعن إن هم يفكروا يبوظوا حاجة المكان، أو يبقى كل اهتمامهم في التليفون، في التكنولوجيا عموما. لا، حاولي تخليهم يعملوا حاجة بإيدك. أنا ابني فرغ معايا برضو جزء كتير من الحروف ديت، وطبعا هو مدير التصوير بتاعي، فلا يعني بيبقوا مبسوطين. أكمل الرسمة. ويا رب رمضان سعيد علينا وعليكم. امشي كويس على الرسمة، حاولي ما تخرجيش منها. هنفرغها بقى. اللايك يا حبايبي، اللايك عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. وقولوا له ايه رأيكم في التعليقات. الرسمة دي بتدي روح حلوة في المكان. احساس حلو وانتي بتعملي الحاجة. هقص الفانوس بقى. يلا ونلزقه. برضو هو يعني الورق كده كده الفم اللي بيلزق، فسهل لزقه. حابة تعملي اشكال تانية، حابة تعملي نجوم، حابة تعملي هلال صغير، حابة تعملي اي حاجة تزيني بيها التزيين ده بتاعك. الفكرة حلوة، بس الشكل اللي هتعمليه، الرسمة اللي هتعمليها، اي حاجة دي حسب ذوقك انت. انا حاولت املى المكان الزوايا، فعملت نص دايرة كده ولزقتها، وهنبتدي نغلفها من بره برضو علشان بس شكل اللزق ما يبانش. ممكن تعمليها بالاسترس، ممكن تعمليها بالكلفة اللي هي البونبون ديت، بتبقى حلوة قوي برضو. اي حاجة موجودة عندك في البيت اعملي بيها. وده شكله النهائي. هنعمل له بس العليقة اللي هيتعلق منها من ورا، برضو بقطعة ستان، بأي قطعة كلفة، أي حاجة موجودة عندك برضو اعمليها. لزقتها كده وغطيت عليها بقطعة قماش تانية عشان تمسك نفسها ما تقعش. والصمغ حلو جدا، اللي هو الشمع دوت حلو جدا جدا، ما بيطلعش ما بيفكش. عملته فيديو الهلال، هتلاقوه برضو في القناة، هيعجبكم قوي.
واستنونا في فيديوهات كتير، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان سعيد علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.